وانا صغير بجري في حوش المدرسة، كان في واد قدامي، الواد ده وقعت منه 5 جنيه، فانا رحت واخد ال5 جنيه ضربها في جيبي وشريت بيبسي وهيصت والامور كانت 100 100. بعدين بحكي في البيت عادي، انا مش حاطط في دماغي ان انا عامل حاجة غلط او عامل حاجة غلط، بس يعني اللي هو يعني موضوع يعدي، انا طفل بس. فابويا سمع قال لي يعني انت شفت اللي ضاعت منه، اللي وقعت منه ال5 جنيه وبرضه خدتها حطيتها في جيبك؟ قلت له اه عادي، ايه اللي حصل؟ ما هو يعني عيل صغير مصروفه 5 جنيه، اكيد يعني مش هتفرق معاه، وانا وقتها يعني مصروفي نص جنيه، فرقم كبير. هو الطفل بياخد اكتر مني ضعف 10 مرات. فابويا بكل ادب قال لي بكره تروح ترجعها له. فانا قلت له خلاص ماشي. رحت تاني يوم، يعني بصراحه استحرمت، يعني صعبت عليا نفسي ان انا اديها للواد، فما اديتهالوش. اخر اليوم ابويا بيسالني اديت الواد ال5 جنيه؟ قلت له اه. اديتها له ولا لا؟ قلت له لا. قال لي طيب، اللي يكذب يسرق، اللي يكذب يزني، اللي يكذب يقتل، اللي يكذب يعمل كل حاجه. قال لي انا مفيش في عيالي كذاب، بكره تروح تديها له. قلت له ماشي. فرحت تاني يوم، اول ما وصلنا المدرسه ابويا فضل مستنيني بره، قال لي انده للواد وتعالى. ندهت للواد قلت له يا كابتن انت وقع منك فلوس امبارح ولا اول امبارح؟ قال لي اه 5 جنيه. قلت له طب تعالى. رحت رايح قدام ابويا قلت له اهو ده هو، ادي ال5 جنيه. رحت مديها له، موضوع وخلص. لكن اتعلمت ان انا ما اكدبش ابدا ابدا، ومال الناس مستحيل اقرب منه ابدا. فتمر الايام، واحد يبعت لي 50,000 يوان بالغلط. 50,000 يوان يعني حسبة 300,000 جنيه بالغلط. اول ما اتصل بيا قلت له ايه ده، فلوسك مضمونة وفي الحفظ والصون، في ثانية ابعتها لك 300,000 جنيه. تمر الايام برضو وانا في الصين، شاب يضيع منه شنطة فيها 10,000 دولار و 18,000 يوان. الشنطة الاتنين في شنطة واحدة، 10,000 دولار و 18,000 يوان. ويوم ما ضاعت منه ما كانش حد يعرفني، وانا كنت فعلا معياش اي فلوس خالص. لكن اول ما جت الشنطة، اتفضل شنطتك. فضلت ادور معاه واقول له اتفضل شنطتك. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. ابنك عمل غلطة ما تسيبهوش الا لما يعدلها، عشان لما يكبر يبقى راجل.